السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. شايفين الجمال والحلاوة؟ طاجن تورلي تحفة، حكاية بمعنى اصح. هتعمليه وهتجربيه تشكريني عليه ان شاء الله. قبل ما اقولك انا عاملاه ازاي، صلي على الحبيب وتعالي يلا نشتغل على طول. جبت صينية، حطيت فيها معلقة من الزيت وهنزل بمعلقة من السمنة واسيبهم ان هم يسيحوا كويس قوي ويكونوا ويسخنوا. عقبال ما السمنة تسيح عايزاكي تصلي على الحبيب وتقولي لي انتي بتتابعيني من انهي بلد. تعالي بقى اقولك هنعمل ايه تاني. انا هنا دي اللحمة دي سلقاها نص نص سوا، يعني انا مش مديها سوا كامل. هبدأ ان انا احمرها، انا عايزاها تتحمر وعايزاها تاخد لون كويس جدا. اول ما تتحمر معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ ان انا اكون جايبة بصل جوليان، هنزل بيه على اللحمة وهبدأ ان انا اقلبه وشمي الروايح بقى. اول ما البصل بينزل على اللحمة بتطلع ريحة تحفة. اي خضار هتنزليه على اللحمة بتاعتك هتشمي الريحة بتاعته. هشوح بقى البصلة كده مع اللحمة بتاعتي كويس قوي. ممكن انت تضيفي في الاول فصين من التوم، انا ما ضفتهمش بصراحة. بعد ما شوحت البصل مع اللحمة هنزل بقرن شطة او فلفل اللي متوفر عندك حطيه، او فلفل الوان، هيدي برضو طعم جميل جدا. وهبدأ ان انا اشوحهم برضو بالشكل ده. اشكر الله كتير كتير كتير. بعد بقى ما شوحت اللحمة والبصل والشطة، هبدأ ان انا انزل بالجزر بتاعي وتديلها برضو تشويح. اي خضار انا بنزل بيه على اللحمة ببدأ ان انا اشوحه. هنزل بالبسلة وهبدأ برضو ان انا اشوحها. بعد ما انزل بالبسلة هنزل بالكوسة. نزلت بالكوسة وهبدأ ان انا اشوح برضو معاكم بالشكل ده. التشويحة دي يا جماعة من الخضار بتدي طعم جميل قوي. لما بتيجي تاكليها تلاقي الخضار كده جميل جدا. وده البطاطس، اخر حاجة بقى انا نزلت بيها البطاطس. لو البطاطس بعملها مكعبات بس تخينة شوية عشان تستحمل بقية السوا بتاع اللحم، متنهرش مني وتبقى طالعة في الطاجن كده زي ما هي صحيحة. هبدأ ان انا اشوح البطاطس ومبسيبهاش كتير على النار عشان خاطر انا مش عايزاها تنزل المية بتاعتها. انا مش عايزة الخضار بتاعي ينزل المية بتاعته خالص. هجيب طماطمية بقى جوليان برضو، وهبدأ ان انا انزل بيها على الخضار بتاعي، وابدأ ان انا اديله تقليب. بالاضافة ان انتي لو حابة تحطي اي خضار عندك حطيه ضيفيه، والخضار اللي انتي بتاكليه كتير ممكن تزوديه عادي مفيش مشكلة. معايا بقى هنا نص كيلو من الطماطم ضربته ورحت منزله بيه على الخضار. هبدأ بقى ان انا اجيب معلقة من الصلصة، معلقة صلصة كده تعزز بس اللون، معلقة صلصة كبيرة وهنزل بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واديلها تقليبة. وبعد بعد ما انزل بالصلصة بتاعتي هبدأ ان انا هبهر بايه بهاراتها بسيطة جدا مش كتيرة، وهتلاقيها موجودة عندك في اي بيت. معايا هنا قبل ما ابهر انا حطيت هنا دول مغرفتين كده شوربة من شوربة اللحمة. انا قايله لكم ان انا سلقة اللحمة، خدت من شوربتها كده مغرفتين وحطيتها عليها. بدأت ان انا ابهر بقى فلفل اسمر، معلقة كده يعني معلقة صغيرة فلفل اسمر. ومعايا هنا مكعب وملح وبهارات مشكلة وشطة وكمون وكزبرة. لو انتي حابة تحطي الشطة حطيها، مش حابة شيليها، بس الشطة بتدي كده طعم جميل جدا في قلب الطاجن. اديتها بقى تقليبة وهسيبها بقى ان هي تغلي كده شوية. وعقبال ما تغلي غلوتين هبدأ
بالشكل ده. عقبال ما تغلي كنت انا مسخنه الفرن قبلها وحاطه فيه الطاجن. لازم الطاجن يبقى سخن، انا مش عايزه الطاجن يبقى بارد. انا عشان الخضار ما ينزلش ميته. وما تحطيش الطاجن بتاعك على الرخامه اول ما يطلع عشان ما يفرقعش. حطيته بقى وحطيت منه اللي حطيته في قلب الطاجن الخضار بعد ما غلى غلوتين بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهبدأ ان انا اغطيه بورق فويل وادخله الفرن على درجة حرارة عالية. ما تدخلهوش على درجة حرارة واطية، على درجة حرارة عالية. وتعالوا اوريكم بعد ما يطلع عامل ازاي. بصوا الجمال والحلاوة، بصوا بيغلي ازاي، تحفة. وطعمه حكاية، ولا ريحته كانت قلبة الدنيا فعلا فعلا. جميل جدا. متنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا